مساء الخير عزيزي العلمانجي، اخبارك؟ اتمنى يا رب تكون بخير. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. ايه ده؟ مساء الخير يا فندم. انا كويس واتمنى يا رب انت كمان تكون كويس. دلوقتي بقى هنتكلم كده، قلت اخدها كده بدل ما نقف ونحكي على البورد، لسه نقف قدامنا على البورد كتير قوي. قلت اخدك كده مع بعض ونقعد ندردش كده ببساطه عن العلماء، واول درسين بيتكلم عن العلماء اللي موجودين عندنا في الايه في المنهج. خليني في البدايه اتكلم معاك عن اول عالم ظهر معايا وبدا ان هو يتكلم عن بنيه الذره. الذره دي اللي انت بتدرسها او اللي انت بتدرسها، سواء بتدرسها دلوقتي او سواء درستها في اعدادي، ما جاتش من يوم وليله. ما جوش من يوم وليله اكتشفوا ان في حاجه اسمها ذره وان في حاجه فيها مكونات كتير. لا، بدا ان هم على مراحل، بدا كل عالم يفرض نظريته، بدا يقول كلامه وبدا يقول شروطه. في منهم اللي ارتجل وقال على بدماغه كده وشويه تفاصيل وخلاص، وفي منهم اللي لا، اتكلم على اساس معين وعمل تجربه واتكلم على نظريات واسس معينه. فخليني كده من غير ما اطول عليك، قول طول، نحكي ونبدا مع اول عالم عندنا. نيجي للعالم تومسون. العالم ايه؟ تومسون. وهو العالم اللي اتكلم وقال عن اشعه المهبط، اللي احنا سميناها اشعه الكاثود او الالكترونات. الثلاث اسماء هم نفس الشيء لنفس الحاجه، سواء مهبط او كاثود او ايا كان. طيب، بناء على الكلام ده وبناء على التفاصيل دي كلها، بدانا ان احنا نتكلم عن حاجات بقى، وهي تومسون اصلا اكتشفها ازاي؟ ايه الحاجات اللي ادت ان تومسون يكتشف الموضوع ده؟ فقال لك اول حاجه تومسون عملها انه كان بيفكر كده، اللي هو الهواء اللي احنا حوالينا ده ليه ما بيوصلش تيار كهربي؟ فبدا ان هو يفكر ازاي يخليه يوصل تيار كهربي، بانه جاب الغاز وعمل له حاجه اسمها تفريغ كهربي. تفريغ ايه؟ كهربي. واثناء عمليه التفريغ الكهربي دي، وهو انه بيقلل الضغط، بيقلل الايه؟ الضغط بيكون عندي قليل، وبيزود في فرق الجهد. وبناء على كده لقى ان فعلا لما قلل الضغط لحد درجه معينه وزود فرق الجهد لحد درجه معينه، فعلا الهواء وصل تيار كهربي. وقال لك لما وصل بقى، قرر ان هو طب انا لما وصلت تيار كهربي بالشكل ده، طيب لو انا زودت فرق الجهد، ففضل يوصل فرق الجهد لحد لما وصل ل 10000 فولت. فرق الجهد لما وصل عنده ل 10000 فولت، انطلق سيل من الشحنات. انطلق سيل من الايه؟ من الشحنات الغير مرئيه اللي انت حضرتك ما تشوفهاش، من القطب السالب، اللي هو القطب السالب. ما احنا بنعمل تفريغ كهربي بيبقى عباره عن قطب موجب وقطب سالب، فلا ان من القطب السالب خارج عندي اشعه. قال لك الاشعه اللي خارجه عندي دي سماها باسم القطب اللي هي خارجه منه. مش القطب السالب ده اللي هو قطب المهبط او قطب الكاثود باللاتيني؟ فعشان كده سماها اشعه المهبط او اشعه الكاثود، لان هي خارجه منين؟ من القطب السالب او من الجزء السالب في عمليه التفريغ الكهربي، وسماها باسم اشعه المهبط. تومسون فرض نظريته وقال لك ان الذره عباره عن كره متجانسه مصمته كهربيه، عباره عن كوره مقفوله متجانسه كلها كهرباء او كلها كهرباء موجبه، مغروس او مطمور فيها شحنات سالبه، سماها الكترونات. وبناء على وصفه للعمليه دي كلها، قال لك ان نموذج ذره تومسون هو النموذج اللي شبه الذره بالبطيخه. النموذج اللي شبه الذره بالايه؟ بالبطيخه. العالم رازرفورد، عالم من اهم العلماء اللي جم واللي ساهموا فعلا في اكتشاف الذره على حقيقتها وطبيعتها. رازرفورد كان عنده اتنين من تلامذته، كان واحد اسمه جايجر وواحد اسمه مارسن. جايجر ومارسن دول كان من التلاميذ الشاطرين عند رازرفورد. استنى عندك كده، بس عايز اقول لك على حاجه. جايجر ومارسن زي ما هم كانوا تلامذه رازرفورد الشاطرين، انت كمان يا عزيزي تلميذ العلمانج الشاطر. قال لهم دلوقتي انا هديكم فكره تجربه مطلوب منكم تنفذها. بس كانت الفكره بتاعت مين؟ كانت بتاعت رازرفورد، بس مين اللي عملها؟ جايجر ومارسن. قال لهم انت هتجيبوا عنصر مشع، وهتجيبوا ساق من الحديد او ساق من المعدن، وهتطلوا الساق من المعدن دي بكبريتيد الخرسين. وكبريتيد الخرسين هي ماده لما بتتعرض للاشعه بتعمل زي ومضات. فقال لهم عشان يسهل تعرف هل الشعاع نزل فعلا على العمود ولا لا، فمع كل ومضه حضرتك هتسجل انت وجايجر انت يا جايجر انت ومارسدن هتسجلوا الايه؟ القراءات بتاعتكم. وبعد ده كان اول جزء في التجربه. بعد كده قال لهم خلاص سجلتوا قراءاتكم اول مره، ابدا هات غلاله من الذهب وورقه من الذهب، حطها ما بين العنصر المشع وما بين ساق المعدن، عنصر المشع وما بين الساق الايه؟ المعدني. وقال له سجلوا النقط بتاعتكم. خليني في البدايه بس اقول لك ان العنصر المشع اللي كانوا بيستخدموه هو اشعه الفا اللي انت خدتها في اولى الترم الثاني. هي عناصر او هو اشعه الفا دي هي عنصر مشع موجب الشحنه، وده اللي انا محتاج ان انا اعرف العنصر اللي انا بستخدمه ده شحنته مالها. فكان شحنه اشعه الفا موجبه. فقال لك فاكتشفوا 3 مشاهدات بناء عليهم رازرفورد استنتج 3 استنتاجات. هنقول المشاهده وهنقول الاستنتاج اللي قصادها. المشاهده اللي جايجر ومارسدن شافوها، قال لك ان نفذ عدد كبير جدا من الاشعه على استقامتها دون ان يعاني اي انحراف، ما انحرفش ولا اي جزء منها. لا، هو كان مثلا اول مره لما سجلوه نزل عند نقطه معينه،
في المره الثانيه لما حطوا غلاله الذهب نزلت عند نفس النقطه. فقام رازرفورد قال لهم ده كده بقى يكذب مين؟ يكذب تومسون ودالتون اللي قالوا ان الذره مصمطه. لا، ده كده الذره مفرغه، الذره ايه؟ فارغه، مفيش فيها يعني كلها فاضيه. قالوا لا بس استنى، ده احنا لقينا ارتداد عدد ضئيل جدا 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 من الاشعه. فقال لهم طيب طالما لقيتوا عدد ضئيل جدا من الاشعه، يبقى معناتها في وسط الذره الكبيره المفرغه دي في عندي فيها جزء حجمه ضئيل جدا. ركز، الحجم ضئيل جدا، حجمه صغير ولكن كثافته عاليه قوي، خلت لما الاشعه خبطت فيه او صدمت فيه ارتدت تاني. فقال لك احنا هنسمي الحته دي اسم النواه. فاصبح دلوقتي الذره كلها مفرغه ما عدا ان فيها حته كده جزء مركزي كده في النص سميناه النواه. قال له مش بس ده اللي احنا شفناه، ده احنا كمان شفنا ايه؟ شفنا ان ارتد او انحرف عدد ضئيل جدا من الاشعه. اشعه كتيره هي عدت بس ما نزلتش في نفس الموضع الاول، لا نزلت تحته ونزلت فوقه وهكذا. فقال لهم طيب حلو، الاشعه اللي انتوا كنتوا بتستخدموها كانت اشعه ايه؟ الفا، وكانت شحنتها مالها؟ موجبه. قال له يبقى شحنه النواه موجبه، فبيحدث ما بين شحنه النواه وشحنه اشعه الفا تنافر، هيزقوا بعض، هيتنافروا مع بعض. فده اللي خلى الاشعه ما تسقطش في نفس موضوعها الاول. وعشان كده بعد بقى الملاحظات دي كلها رمى رازرفورد الذره بنموذج المجموعه الشمسيه. وكان تسميه خاطئه، مش مصحه قوي، لانه ظلم فيها حجم الذره بحجم الشمس. حجم الذره حجم ضئيل جدا زي ما احنا شايفينه، مثلا ما يعني يكاد يكون ما بنقدرش ان احنا نشوفه. ولكن حجم الشمس هي كبيره جدا لدرجه ان احنا فعلا ما بنقدرش نشوفها، ما تبقى انت شايف غير جزء منها بس اللي ظاهر لك، ولكن هي في الحقيقه كحجم كبيره جدا. وكان ده تشبيهه ليها، انه شبه ان الذره بنظام المجموعه الشمسيه، اعتبار ان الذره او ان الذره بتاعتك هي الشمس، او ان النواه قصدي بتاعتك هي الشمس، وان الالكترونات اللي تدور حوالين النواه هي دي الكواكب اللي بتدور حوالين الايه؟ حوالين الشمس. وده كان تشبيه خاطئ جدا، ما ينفعش ان هو يشبهه بيه مقارنه بالحجم وليس بالايه؟ بالمدلول يعني. بعد كده بدأ ان هو بقى يتكلم، قال لك ان انت عندك حاجه اسمها نواه، وان هي موجبه الشحنه، وان هي عدد البروتونات بتساوي عدد الالكترونات اللي موجوده في الذره، فعشان كده الذره بتلاقيها متعادله، وان انت عندك الكترونات وان الالكترونات شحنتها سالبه. ولكن للاسف الحلو ما بيكملش، بالرغم من انه هو اصح واحد اتكلم عن الذره، الا انه ما قدرش انه يفسر ازاي الالكترونات بتدور حوالين النواه. ومش بس كده، ده كمان قدر انه كمان بعد كده بقى ضاف لك ان انت بقى ان الالكترونات ما بتقعش داخل النواه لسببين، لان هي بتكون تحت تاثير قوتين، قوه جذب وقوه طرد. قوه الجذب وقوه الطرد دول اللي مخلين ان الالكترونات بالرغم من دورانهم وشحنتهم المخالفه اللي بيعمل المفروض تجاذب مع النواه، الا ان هم ما بيقعوش فيها او ما بيصطدموش بيها بسبب القوتين دول. وزي ما قلت لك دي كانت لحد هنا كانت فروض نظريه رازرفورد. نتكلم بقى دلوقتي عن طيف الانبعاث. طيف الانبعاث ده كان ظاهره بتحصل للغازات والابخره، ان هم لما كانوا بيعرضوا للغاز او البخار لدرجه حراره عاليه جدا وفرق ضغط جو ايه او ضغط منخفض، فكان بيخرج من الغازات او الابخره دي طيف. لما كان بيخرج كانوا بيسموه طيف الانبعاث عشان هو منبعث منها، فكانوا بيسموه طيف الانبعاث. لما جم يحللوا الطيف ده باستخدام مطياف، المطياف ده هو اداه زي ما احنا عارفين بتحلل الضوء، لما جم يحللوها باستخدام مطياف لقوا ان هو بيتحلل معطيا عده خطوط ملونه، بيخرج منه عده خطوط كده ملونه. الخطوط الملونه دي في ما بينها وبين بعضها مسافات معتمه، فصل ما بين كل خط والتاني، فسموه باسم تاني طيف الانبعاث الخطي او الطيف الخطي. فاصبح دلوقتي انا عندي اسمين لنفس الشيء، طيف الانبعاث او الطيف الخطي او طيف الانبعاث الخطي. بناء على الكلام النظريه واللي حصل ده كله، بداوا ان هم يقولوا او يدرسوا الطيف الخطي. فقال لك ان خلي بالك ان الطيف الخطي ده خاصيه مميزه للعنصر، خاصيه مميزه للعنصر. مستحيل انك تلاقي اكتر من عنصر ليه نفس الطيف الخطي، لا كل عنصر ليه الطيف الخطي اللي بيميزه بسبب اختلاف الطول الموجي بتاعه وبسبب اختلاف التردد. جينا بقى بعد كده بور قرر انه من خلال الاستنتاجات دي كلها ان هو يحط الفروض بتاعته وتوقعاته الذره بتتكون من ايه وهكذا. فخد اول 3 فروض رازرفورد قالهم، ان الذره مفرغه وان هي بتتكون من نواه موجبه الشحنه وهكذا. وبدا انه يحط الفروض بتاعته هو بقى. قال لك ان انت عندك الالكترونات بتدور في مستويات سماها باسم مستويات الطاقه، وقال لك ان المسافه ما بين كل مستوى والتاني بسميها باسم المسافات المحرمه او المسافات المحرمه، ان هي اماكن ما بينفعش ان يتواجد فيها الكترونات. وقال لك ان كل مستوى طاقه رئيسي بعبر عنه بعدد اسمه عدد الكم الرئيسي، وطبعا احنا هنشوف الكلام ده بعد كده وهنعرف تفاصيله. وقال لك خلي بالك ان كلما ابتعدنا عن النواه طاقه المستوى بتزيد. يبقى انا دلوقتي اعلى طاقه مستوى هو كل المستوى الابعد عن النواه، هو اللي طاقته عاليه، هو اللي طاقته كبيره. فاصبح لو انا الكترون في مستوى طاقه قليل واكتسبت كم من الطاقه، هروح فين؟ هروح لمستوى الطاقه العالي.
المناسب ليا انا كالكترون في الطاقه. وقال لك خلي بالك ان الالكترون في العادي بيدور في حاله استقرار، بيدور حوالين الذره في مكانه عادي جدا، الا اذا اكتسب او فقد كما من من الطاقه. ساعتها بينتقل من المستوى اللي هو فيه للمستوى الاعلى في الطاقه اللي يتناسب مع الطاقه بتاعته. وبناء على الكلام ده بتصبح الذره في الوقت ده مثاره، بتصبح الذره في الوقت ده مالها مثاره. وبعد لما بتصبح مثاره سرعان ما تبدا ان الذره دي بقى تحاول انها توصل لحاله الاستقرار بتاعتها، فتفقد الالكترون اللي هو محوله لها لحاله الاثاره، او تفقد الطاقه عامه بمعنى اصح، ويرجع الالكترون للمستوى الطبيعي. وخدنا على الفكره دي حاله، قال لك لو احنا المستوى الطاقه بتاعك ده، لو انت انتقلت من اي مستوى عالي اعلى من المستوى الثاني ونزلت للمستوى الثاني، فانت اذا هيطلق عندك طيف مرئي. يبقى انا لو في مستوى عالي ونزلت للمستوى الرئيسي الثاني يبقى انا هينتج طيف مرئي. طب لو انا في الثالث، لو انا في الرابع ونزلت الثالث غير مرئي، لو انا في الخامس ونزلت الرابع غير مرئي، لو انا في الخامس ونزلت الاول غير مرئي. ينطلق الطيف المرئي امتى؟ عند عند المستوى الرئيسي الثاني فقط. من نجاحات بقى نموذج بور ان هو قدر انه يدخل فكره الكم، فكره الكوانتم او كم او مبدا الطاقه المكتسبه. وخلي بالك ان الكم لا يتجزأ، يعني مفيش حاجه اسمها كم مثلا ربع كم، نص كم، 3 كم، 4 كم، مفيش حاجه اسمها كده. الكم كميه لا تتجزأ. ومن نجاحاته برضو انه مش بس انه ادخل فكره الكم او الكوانتم، لا ده انه كمان قدر انه يفسر الطيف الخطي لذره الهيدروجين تفسيرا صحيحا. قدر انه يفسر يقول لك الهيدروجين ده كذا والهيدروجين ده كذا. بس الحلو ما يكملش زي ما بيقولوا. لبور كان الموضوع عيوب. العيوب بتاعت بور دي عيوب ما كانتش ينفع انها تعدي، ولذلك جات النظريه الحديثه اللي هتصحح الثلاث اخطاء اللي بور وقع فيهم. اول خطأ معايا هو ان بور اهمل الخواص الموجيه للالكترون، وقال لك ان هو بس جسيم مادي. فعشان كده ظهر دي براولي وقال لك ان مبدأ الطبيعه المزدوجه، قال لك ان الالكترون مش بس جسيم مادي، لا ده جسيم مادي له خواص موجيه، جسيم مادي له خواص مالها موجيه. 2 ظهر عندي مبدأ عدم التأكد لهايزنبرج، واللي كان بيصلح غلطة بور لما قال ان يمكن تحديد مكان وسرعة الالكترون معا وبدقة، لانه كان فاكر ان الذرة 2 دي 2 دايمنشن، اتجاهين، يعني عرض وطول وعرض. ولكن في الحقيقة الذرة اكتشفنا بعد كده ان هي 3 دي 3 دايمنشن، طول وعرض وارتفاع. وهنشوف الكلام ده دلوقتي لما نيجي نمثلها في المستويات الفرعية. ثالث حاجة وثالث عيب كان موجود عندي ان هو ما قدرش انه يفسر تفسيرات كتير للطيف الهيدروجين، هو قدر انه يفسر الهيدروجين بس. وبناء عليه ظهرت بعد كده عندي المعادله الموجيه او النظريه الميكانيكيه لشرودنجر، واللي كانت قامت على 4 علماء، دي براولي وهايزنبرج واينشتاين وبلانك، واللي هم كانوا مشاركين في صناعه او تاسيس المعادله دي. وبكده يا سيدي اكون خلصت لك كده الجزء او النص الاولاني من الباب الاولاني في شكل لذيذ وكده، في شكل ستوري. اتمنى تكون القصه دي عجبتك، واسيبك بقى عشان تاخد ريستك كده يا باشا، ونروح مع بعض على الجزء الثاني من الحصه اللي بعده. السلام عليكم عزيزي العلمانجي، اتمنى يا رب تكون بخير وكويس. انا كويس واتمنى انت كمان يا رب تكون كويس. زي ما كملنا في الجزء الاولاني شرحنا العلماء والنظريات بتاعهم بتاعت بنيه الذره، وازاي الذره اتكونت، وازاي الذره بدات عندي. طبعا اعداد الكم فكرتها جت بعد لما حلوا المعادله الموجيه بتاعت شرودنجر، وكانت قايمه على اكتر من عالم واتكلمنا في تفاصيلها كلها. طيب تعالى بقى دلوقتي نتكلم عن فكره اعداد الكم بطريقه بسيطه كده وسهله. واحده واحده بتجري ليه؟ واحده واحده ورانا ايه؟ على مهلك يا حبيبي. في البدايه خلينا كده نتكلم ان انا كنت من اعدادي وانا بدرس حاجه اسمها مستويات الطاقه الرئيسيه. مستويات الطاقه الايه؟ الرئيسيه. طيب كانت فكره مستويات الطاقه الرئيسيه ان انت كنت بتيجي بيديك عدد الالكترونات وتوزع في مستويات تانية كبيره، وكان بالنسبه لك ده التوزيع الوحيد اللي موجود عندك. طيب رجعنا بقى بعد كده وانت خلاص كبرت بقيت في ثانيه ثانوي، عرفت ان في حاجه اسمها مستويات طاقه فرعيه. طيب تعالى بقى بالراحه نربط كده الحاجات دي كلها ببعضها ونشوف انا دلوقتي عندي ايه وبيعبر لي عن ايه. طيب ففي البدايه كده خلينا نتكلم ونقول ان مستويات الطاقه الرئيسيه دي هي عباره عن حاجه كبيره جواها حاجه تانية اصغر منها او مساحه تانية اصغر منها اسمها مستويات الطاقه الفرعيه. طيب وجوه مستويات الطاقه الفرعيه انا موجود عندي اوربيتالات، وجوه الاوربيتالات انا موجود عندي الكترونات. فدلوقتي انا عندي حاجه كبيره اسمها مستويات الطاقه الرئيسيه، جواها حاجه تانية اصغر منها شويه اسمها مستويات الطاقه الفرعيه، وجوه المستويات الطاقه الفرعيه دي حاجه اسمها اوربيتالات هنشبههم بشكل الاوضه كانها اوض. المستوى الفرعي عباره فيه عن اوض، في اللي بيتكون من اوضه واحده وفي اللي بيتكون من 3 اوض وهكذا. طيب في دلوقتي لحد دلوقتي في مشكله؟ ما اعتقدش ان في مشكله. نيجي بعد كده انا عندي الاوربيتالات دي، الاوض دي فيها ايه؟ فيها الكترونات. طب تعالى بقى نربط كل واحده ببعضها. مستويات الطاقة الرئيسية كان بيعبر عنها عدد اسمه عدد الكم الرئيسي. عدد الكم ليه؟ الرئيسي.
عدد الكم الرئيسي ده كنت بيعبر او برمز ليه بالرمز ان سمول، وكان بياخد القيم من 1 ل7. من 1 لكام؟ ل7. طب ليه يا مستر من 1 ل7؟ علشان انا عارف ان المستويات الطاقه في اثقل الذرات المعروفه 7 مستويات. طيب ايه هم؟ ايه اللي انت كنت بتاخدهم في اعدادي؟ الكي والال والام والان والاو والبي واخيرا الكيو. هم دول ال7 مستويات اللي عندي، بدايه من الكي الى الكيو، اللي هو 1 2 3 4 5 6 واخيرا 7. كان كل الارقام اللي قدام حضرتك فوق دي بالنسبه لي الان، فكنت لما اقول لك ان الان بتاعتك بواحد فاذا انا في المستوى كي، الان بتاعتك باتنين فاذا انا كده موجود فين؟ في ال. فكان كل رقم ليه دلاله على مستوى طاقه رئيسي عندي. طيب تعالى بعد كده مستويات الطاقه الفرعيه، كنت بعبر عنها بعدد اسمه عدد الكم الثانوي. عدد اسمه عدد الكم ليه؟ الثانوي. طيب عدد الكم الثانوي ده كنت برمز ليه بالرمز السمول. طيب وكان بياخد القيم من 0 الى n ناقص 1. من 0 الى n ايه؟ ناقص 1. طيب كلام جميل. من 0 الى n ناقص 1. طيب هما ايه المستويات الفرعيه اصلا اللي عندي؟ قال انا عندي 4 مستويات s وb ود وf. في مشكله في الكلام ده؟ s وb ودي وايه؟ وf. طيب خلاص تمام زي الفل. عندي 4 مستويات فرعيه خلاص عرفتهم. طيب برضو كل اعرفه ازاي؟ يعني ال ده بكام؟ قال لك زي ما احنا قلنا ال لو جينا نجيبها هي ان ناقص ايه؟ 1. بس هنا خلينا اقول لك ان الان هنا مش هنعوض بالان بعدد الكم الرئيسي، احنا ممكن ناخدها بطريقه اسهل وابسط خالص. مش ده المستوى الفرعي الاول وده المستوى الفرعي الثاني وده الثالث وده الرابع؟ طب خد نفس العلاقه دي، بس هنا بدل ما هتعوض بالان بتاعت المستوى الرئيسي هتعوض بتاعت الايه؟ ترتيب الثانوي، ترتيب المستويات الثانوي. لما كانت لما كانت ترتيب المستوى الواحد، لما استخدم العلاقه 1 ناقص 1 بصفر. لما كانت البي ب2 اطرح منها 1 بقت 1، 3 بقت 2، 4 بقت 3. فممكن بمعنى اصح اقول لك ان ال ممكن اقول لك برضو واخده القيم من 0 الى 3، ما عنديش قيمه قبلها وما عنديش قيمه اكبر منها. ليه؟ انا بدايتي 0 ونهايتي كام؟ 3. طيب خلاص خلصنا المستويات الفرعيه وعرفنا ازاي ال بتاعت كل واحده، ان الاس ال بتاعتها بصفر والبي ب1 والدي ب2 والاف ب3 وهكذا. طيب تعال نتكلم عن الاوربيتالات. قال لك الاوربيتالات عباره زي ما احنا قلنا عباره عن اوض، وليكن نتخيل كده مع بعض ان المستوى الطاقه الرئيسي ده عباره عن فندق جواه ادوار، الادوار دي بتمثل لي مستويات الطاقه الفرعيه. في كل دور اوضه، في كل دور مجموعه من الاوض. طيب انا دلوقتي وليكن، هو انت لما بتروح فندق هل بتروح بتطلع اي اوضه ولا بيقول لحضرتك دلوقتي انت حاجز الغرفه رقم كذا؟ فرقم كذا الدلاله اللي بتعرفك انت موجود في انهي اوضه في الدور ده كله، بالنسبه لي اللي بيعبر عنها هنا عدد اسمه عدد الكم المغناطيسي. طيب عدد الكم المغناطيسي ده برمز ليه بالرمز ML وكله سمول. كان بياخد القيم من سالب L مرورا بالصفر الى موجب L. كلام جميل زي الفل. طيب معلش بس يعني انا كده فهمت، انا كده عرفت لو انا عندي عدد اوربيتالات معين عشان اجيب رقم الاوضه محتاج ان انا استخدم العلاقه من سالب L لموجب L. طيب هو انا اصلا عندي كام اوربيتال في كل مستوى فرعي؟ يعني مثلا الاس ده جواه كام مستوى فرعي؟ او جواه قصدي كام اوربيتال؟ طيب تعال نبص. قال لك ان دلوقتي الاس ده اهو في اوربيتال واحد. في كام اوربيتال؟ في اوربيتال واحد. طب والبي في 3 اوربيتال. طب والدي في 5 اوربيتال، والاف في 7 اوربيتال. لو تلاحظ كده ان قيمه العدد بتاع الاوربيتالات في كل مستوى فرعي هو رقم فردي واخد القيم من 1 لحد كام؟ 7. الاس فيها اوربيتال واحد، البي فيها 3 اوربيتال، الدي فيها 5 والاف فيها 7. لحد دلوقتي الدنيا ماشيه ودلوقتي الدنيا تمام والكلام ده كله يعتبر سهل ولذيذ. طيب تعالى على عدد الالكترونات. عدد الالكترونات عندي مش هنا بقى، مش هتكلم عنها، هتكلم عن اتجاهها. بيعبر عن اتجاهها عدد اسمه عدد الكم المغزلي. عدد اسمه عدد الكم الايه؟ المغزلي، اللي بيعرفني اتجاه الالكترون. هل الاتجاه الالكترون مع عقارب الساعه ولا عكس عقارب الساعه ولا ايه؟ طيب لما اجي اروح كان بيعبر عنها بالام اس، وقلنا ان الام اس دي كانت بتاخد قيمتين، يا اما موجب نص يا اما سالب نص. طيب امتى يا مستر بقول ان انا دلوقتي واخد الموجب نص وامتى بقول السالب نص؟ موجب نص في حاله ان انا بدور مع عقارب الساعه، لو انا بدور مع عقارب الايه؟ الساعه.
طب امتى بسالب نص؟ لما اكون عكس عقارب الساعه. كلام جميل. طب برضو بس عشان تبقى تذكيره كده تبقى انت فاهم وفاكر، انا دلوقتي اهو بقول ان انا مع عقارب الساعه وعكس عقارب الساعه. يعني ايه مع عقارب الساعه؟ كنت بتعمل وش السهم لفوق بالشكل ده، او كنت ساعات في بعض الاحوال بتكتبه كده. طب عكس عقارب الساعه، عكسه بقى يبقى الايه؟ لتحت، او بنعمله نص سهم كده. يبقى انا دلوقتي عدد الكم المخزني كان بيعبر لي او كان بيعرفني ان انا دلوقتي اتجاه الالكترون بتاعي هل هو مع عقارب الساعه ولا عكس عقارب الساعه. طيب الالكترونات اصلا يا مستر في الاوربيتال بتبقى كام؟ قال لك الالكترونات داخل الاوربيتال بتبقى عباره عن 2 الكترون. كام الكترون؟ 2 الكترون. يعني الاوربيتال الواحد فيه كام الكترون؟ فيه 2 الكترون. يبقى انا دلوقتي عندي فندق كبير اللي هو مستوى الطاقه الرئيسي، جواه ادوار اللي هي مستويات الطاقه الفرعيه. المستوى الفرعي جواه مجموعه من الاوض، كل اوض مترقمه على حسب عدد الكم المغناطيسي، وكل اوضه فيها مجموعه من الالكترونات واللي هم الكترونين، واللي احنا ممكن نشبهها بالسراير. يعني الاوضه الواحده فيها سريرين، يعني 2 الكترون. فانا كده دلوقتي الموضوع بالنسبه لي ملموم وبسيط وسهل. طيب عايز اعرف عدد الالكترونات بقى في كل اوربيتال. هو قال للمستر ان الاوربيتال الواحد فيه كام الكترون؟ فيه 2 الكترون. يبقى انا هنا في الثلاثه اوربيتال في 6 الكترونات، في الخمسه في 10 الكترونات، في السبعه في 14 الكترون. طبعا انا بضرب في كام؟ بضرب في 2. لحد دلوقتي في مشكله؟ لحد دلوقتي الدنيا تمام وسهله، وعرفنا كل عدد كم بيعبر عنه بايه وازاي وبستخدمه ازاي. فطبيعي بس عشان تبقى انت راسم الصوره في دماغك مظبوطه، هو انت يا مستر ازاي قلت لي عدد الكم المغناطيسي من سالب ال لموجب ال وهنا كاتب لي 1 و3 و5 و7؟ انا هنا لو تفتكر قلت لك ان انا بتكلم عن الاوض، بتكلم عن الايه؟ عن الاوض. فتعالى كده لو جينا مثلا ادينا مثال وليكن المستوى مثلا بي. البي احنا قلنا بيتكون من كام اوربيتال؟ 3. تعالى اهو هقول له دلوقتي ان انا هرسم اوربيتالات المستوى بي عباره عن كام اوضه؟ 3 اوض اهم قدامي. انا عايز اعرف انت في اي اوضه من الثلاثه. يعني انا عندي 3 اوض، عايز اعرف انت موجود في الاوضه الاولانيه ولا الثانيه ولا الثالثه. فبقوم رايح مديها القيم من سالب ال لموجب ال. ال عندك هنا بكام؟ بواحد. يبقى من سالب 1 مرورا بالصفر زي ما احنا قلنا موجب 1. فاصبح ان انا لو هنا واقف هنا هقول لك انا في الاوربيتال او في عدد الكم المغناطيسي او ان الام ال بتاعتي بسالب 1 عشان انا في الاوضه دي، او انا كالكترون موجود في الاوضه دي. طيب خلاص كده الدنيا تمام، وده بيتطبق في اي مستوى فرعي. عندي هنا 5 هتلاقيه واخد القيم من سالب 2 لموجب 2 واحسبها، ودايما هتلاقي الصفر هو متوسطهم، هو في المنتصف ما بين القيم اللي هنا وفي القيم اللي هنا. لحد دلوقتي تمام؟ لحد دلوقتي الدنيا تمام ولذيذه وسهله. طيب سؤال بقى كده وتبسيطه كده، حاجه سهله. لو انا عايز ابسط على نفسي بقى، طب لو فرضنا ان هو مديني مستويات الطاقه الرئيسيه اللي هو عدد الكم الرئيسي، يعني هو مديني عدد الكم الرئيسي وعايز يعرف هو جواه كام مستوى فرعي، وعاوز يعرف هو جواه كام اوربيتال، وبرضه عاوز يعرف انا عندي كام الكترون. انا بلم الدنيا ببعضها، انا بربط الدنيا ببعضها عشان نبقى فاهمين وعارفين كل التفاصيل. فانا دلوقتي عندي اهو، لو هو كان مديني الان، مديني الان بس، مديني الان ايه بس، الان عندي هنا لو مثلا لو فرضنا ان انا ما عندي مستويات الطاقه الرئيسيه، اجيب مستويات الطاقه الفرعيه ازاي؟ قال لي والله لو عايز تجيب مستويات الطاقه الفرعيه فبتقول برضه انها بان. يعني ايه؟ يعني لو انت دلوقتي في المستوى الطاقه الاول اللي هو الكي، فالان عندك بواحد، فاذا انت عندك مستوى فرعي واحد. طب هنا في ال عند الان بتاعتها او عدد الكم الرئيسي بتاعها ب2، فاذا انت عندك مستويين فرعيين. ب3 فاذا انت عندك 3، ب4 فاذا انت عندك 4. وقلنا ان العلاقات دي كلها بتتم لحد اصلا 4، بتقف عند هنا لان بعد كده بيبقى الذره غير مستقره او بتبقى الذره خلاص مساره او كبيره او فيها الكترونات كميه كبيره منها. فكده كده احنا بنطبق العلاقه لحد ايه؟ المستوى الرابع. طيب تعال نكمل بعد كده. قلنا ان انا لو معايا مستوى الطاقه الرئيسي ان، هعرف ان انا عندي مستويات فرعيه ازاي؟ ان انا بشوف الان، لو الان بواحد يبقى عندي مستوى رئيسي واحد، لو الان باتنين يبقى انا عندي مستويين فرعيين، وهكذا. طيب لو انا معايا الان وعايز اعرف انا عندي كام اوربيتال، قال لك هتستخدم العلاقه ان تربيع. ان ايه؟ تربيع. هتشوف العلاقه اللي قدامك دي عشان تعرف منها انت عندك كام اوربيتال. خلينا حتى نكتبها هنا عشان ايه؟ الناس اللي ايه بتسجل ورانا، ان تربيع. طيب يبقى انا دلوقتي لو معايا الان، انا هجيب الان تربيع بتاعتي، هقول لو انا الان انا عندي بواحد يبقى انا عندي كام اوربيتال؟ اوربيتال واحد. لو انا عندي، لان طبعا واحد اس 2 بواحد. طب لو انا عندي هنا
2 يبقى انا عندي 4 لان هقول له ساعتها 2 اس 2 ب4. طيب ازاي 4؟ ما هو انت لو افتكرت الملحوظه الاولانيه ان انا هنا في الايه عندي مستويين فرعيين وليكن عندي الاس والبي. الاس 1 اوربيتال والبي 3 اوربيتال، 1 و3 4. فاذا خلاص العلاقه اللي شغال مظبوط. طيب الالكترونات قال لي بس بالراحه كده يعني من غير ما نتكلم، هو مش انت الان تربيع ده اهي بتعرف لك انت معاك كام اوربيتال؟ وقلت ان الاوربيتال الواحد فيه 2 الكترون. يبقى انا لو جيت دلوقتي قلت لحضرتك 2 ان تربيع، هتبقى انت من الان تربيع جبت عدد الاوربيتالات وضربتها في 2 فطلع لك عدد الالكترونات. انا اهو عندي هنا في الان بواحد، ان اس واحد، ان اس 1 اس 2 بواحد، 1 في 2 ب2، وانا عندي كده انا عارف ان هو اوربيتال واحد وفي 2 الكترون، وكذلك ده بقى في الكل. طب فرضنا يا مستر ان هو صعبها شويه وقرر انه ايه يتراخم عليك بمعنى اصح، وقام مديك مستويات الطاقه الفرعيه وقال لك انا عايز اعرف جواها كام اوربيتال، واداك مستويات او عدد الالكترونات وقال لك انا عايز اعرف جواها كام الكترون. طب هو مش مستوى الطاقه الفرعي بنعبر عنه بالال؟ طيب يبقى انا لو عايز اجيب عدد الاوربيتالات كنت بستخدم العلاقه 2 ال زائد 1، 2 ال زائد ايه؟ 1، بحيث ان هي تطلع لي عدد الاوربيتالات. فانا لو عندي مستوى الطاقه الفرعي ال بتاعته بصفر، هقول له 2 في صفر بصفر زائد 1 بواحد، وهكذا. علاقه سهله وبسيطه وبتطلع لك كل حاجه وتطبقها في باقي العلاقات. طب لو انا عندي الكترونات، انا اهو هضرب، مش انت دلوقتي العلاقه 2 ال زائد 1 دي طلعت لك عدد الاوربيتالات؟ اضربه في 2. فاقول له عشان احسب عدد الالكترونات داخل المستوى الطاقه الفرعي يبقى 2 زائد 2 في 2 ال زائد 1، اللي انت ممكن تكتبها 4 ال زائد 2، لان هتضرب ساعتها الاثنين في الاثنين ال والاثنين في الواحد هيطلع لك 4 ال زائد 2. فاصبح كده دلوقتي انا من خلال الرسمه اللي قدامي دي ومن خلال الرسمه الجميله دي او الخريطه الذهنيه دي اللي ربط لي اعداد الكم الاربعه ببعضهم، مش بس عرفت ايه هم اعداد الكم وبس عرفت استخداماتهم، لا ده انا عرفت ازاي كمان اقدر ان انا اتعامل بيهم، واقدر لو انا معايا واحد منهم ازاي اوصل للباقي وهكذا. طيب تعالى نستكمل بعد كده ونروح على فكره شويه ملاحظات كده محتاجين ان احنا نكون عارفينها. اول ملحوظه معايا بيقول لي دائما الالكترون الاول في الاوربيتال يدور مع عقارب الساعه. انا دلوقتي لسه متكلمين ان انا عندي اوربيتالات، ان انا عندي ايه؟ اوربيتالات. الاوربيتالات اللي عندي دي انا دلوقتي عندي اهو ادي اوربيتال واحد. قال لي دايما احنا قلنا ان الاوربيتال بيبقى جواه 2 الكترون، فقال لي دايما الالكترون الاولاني بيكون مع عقارب الساعه، يعني وشه لفوق بالشكل ده. فدايما اول الكترون بيكون مع عقارب الساعه وشه لفوق، ثابته قاعده اساسيه معايا. طيب رجعنا بعد كده قال لك المستويات الفرعيه، ركز كده معايا انا بتكلم عن المستويات الايه؟ الفرعيه اللي موجوده داخل نفس المستوى الرئيسي، يعني موجودين جوه مستوى واحد. بمثال عندي 3S 3B 3D كلهم في المستوى الرئيسي الثالث، صح ولا غلط؟ بس الفكره ان ايه اللي مختلف؟ ان المستويات الفرعيه نفسها مختلفه. فقال لك بيكونوا متقاربين في الطاقه بس مختلفين في الشكل، فعلا، لان الاس دي ليها شكل معين ليها والبي ليها شكل والدي ليها شكل. فتعالى لما نيجي نتكلم، بس خلينا قبل ما نتكلم عنهم كده، معلش يا مستر انت بس قايل جمله كده استوقفتني، يعني ايه متقاربين في الطاقه؟ كان في علاقه هنستخدمها وهنعرفها كمان شويه، علاقه ان هي فكره ان انا ازاي احسب الطاقه. فكنت بحسب الطاقه من العلاقه ان زائد ال. الان عندك ب3 اهو، زائد ال اللي تدي بكام؟ والله يا مستر لو انا حافظها خلاص هقول ب2. طب لو انا مش عارفها، انا عندي 4 مستويات اس بي دي، الدي ده الثالث هطرح منه واحد يبقى ب2، يبقى 2 زائد 3 مجموعه ب5. تعالى نحسبها هنا برضو 3 الان، ال هنا بواحد 4، 3 زائد ال بتاعت الاس بصفر ادي 3. القيم بتاعتهم متقاربه ولا لا؟ 3 4 5، القيم قريبه من بعضها، الكل قيمه قريبه من الثانيه، فعشان كده بقول ان هم متقاربين في الطاقه بس مختلفين في الشكل، بس مختلفين في الايه؟ في الشكل. طيب تعالى كده نروح لشكل الاس. هرسم اهو منحنى بالشكل ده كده، ده بالنسبه لي هسميه المحور اكس اللي هو السينات، والمحور واي اللي هو الصادات، والزد اللي هو الارتفاع. قال لك الشكل اس هو كروي، شكله كروي متماثل. شكله كروي ايه؟ كروي متماثل. طيب شكله كروي ايه؟ متماثل. هياخد شكل الدايره، هياخد كيرف الدايره، ان هيحس ان كل جزء من الاجزاء اللي موجوده هيبقى واخد نفس الشكل. طيب في الشكل بي، قال لك الشكل بي بيكون شكله كمثري.
على شكل كمثري متقابلة في الرأس. متقابلة ايه؟ بالرأس. الناس بقى الرياضة دي مش بتاعتنا احنا. انا عندي دلوقتي اهو برضو نفس الكيرف بتاعي، عندي ده اسمه المحور اكس ونفس عندي المحور واي، وادي الارتفاع اللي هو بالنسبة لي المحور زد. يعني ايه كرو متماثل؟ قال لي بص كده شكل، بص الشكل كده معايا. ده شكل ايه؟ شكل الكمثرى او شكل القطره بتاعه الميه، موجودين الاثنين متلاحمتين ببعض متقابلتين في النقطه اللي هم ايه؟ بيسموها بالتقابل بالراس. طب هو ده بس شكلها؟ قال لك لا، انا عندي 3 كيرفات او عندي 3 اتجاهات. اتجاه اللي هو الاكس اللي هو السينات، وعندي واي، فزي ما عمل في اكس هيعمل في واي، وزي ما عمل في واي واكس هيعمل في الزد. فاصبح دلوقتي بيبقى واخد شكل زي شكل قريب من الايه؟ من الورده، ان كل اتجاه او كل عمود عندي او كل اتجاه بالنسبه لي سواء اكس او واي او زد واخد الشكل عباره عن كمثرتين متقابلتين في الايه؟ في الراس. طيب بالنسبه للمستوى الفرعي دي والمستوى الفرعي اف، قال لك دول بقى شكلهم معقد، يعني شكله مش سهل ان حضرتك انك تعرفه. شكله معقد، ما يقدروش ان هم يشبهوه بتصور او يقدروا ان هم يشبهوه بحاجه. طيب كده خلصنا الجزئيه دي، خلصنا الكام ملحوظه دول. تعال على اللي بعد كده. احنا في لسه من شويه اتكلمنا عن اوربيتالات المستوى الفرعي داخل المستوى الرئيسي. دلوقتي انا هتكلم عن اوربيتالات المستوى الفرعي، الاوربيتالات جوه المستوى الايه؟ الفرعي. هو البي احنا قلنا كام اوربيتال؟ 3 اوربيتال. واخد او خلينا نشرحها الاول. قال لك لها نفس الحجم، ما طبيعي يا مستر، ما هو كل اوربيتال من دول بياخد 2، فكلهم نفس الحجم ونفس الطاقه. ما طبيعي مثلا لما اجي احسب الطاقه هحسب الطاقه على المستوى كله، فهو الان زائد 2 قصدي زائد ايه؟ 1 او الان زائد ال اللي هو 2 زائد 1 هتطلع ب3، فكل دول هتبقى طاقتهم واحده. قال لك بس تختلف في اتجاه الفراغ. تختلف في اتجاه الايه؟ الفراغ. اتجاه الفراغ اللي عندي اللي هيكون مختلف، زي ما احنا قلنا انا عندي في اتجاه السينات واتجاه الصادات واتجاه الارتفاع، فهيبقى عندي ده هسميه بي اكس اللي هو الجزء بي على محور السينات، والجزء بي على محور الصادات، والجزء بي على الزد. فعشان كده ان اتجاه الفراغ بتاعه مختلف، ده واخد العرض وده واخد الطول وده واخد الارتفاع، كل واحد اتجاهه، بس هل هم مختلفين عن بعض في الحجم او الشكل؟ الشكل ثابت والحجم ثابت. طيب جينا بعد كده خدنا مبدأ البناء التصاعدي. مبدأ البناء الايه؟ التصاعدي. وببساطه واتكلمنا عنه ببساطه ان هو مبدأ ان بيعلمك انك تملى المستويات الفرعيه القليله الاول، بعد كده تبدأ تملى المستويات الاعلى منها في الايه؟ في الطاقه. بمثال شهير جدا وبتشوفه كتير جدا وبتكتبه وساعات بتتلخبط فيه. انا دلوقتي لما باجي احسب المفروض ان يبقى 4S، او خلينا بقى نكتبها زي ما هي كانت مفروضه الاول، ان انا موجود عندي، بيبقى المفروض ان انا لو هكتب مثلا ال4S بعديها مثلا ال4D. قال لك لا، مش هعرف ان انا استخدم العلاقه دي، لان ده في فرق ما بينهم في الطاقه كبير قوي، لان بعد كده في حاجات منها طاقتها اقل، فانا بملى من الاقل الاول بعد كده ثم الاعلى. او خلينا ناخدها بمثال اسهل وابسط من الكلام ده كله. هو مش المفروض ان حضرتك مثلا هتقول 3S الاول، بعد كده هتقول 3B، صح؟ وقلنا ان الدي بتظهر عندك من المستوى الثالث لانه خلاص انت كبرت، فالمفروض انك كنت تكتب كام؟ 3D. قال لك بس لما جينا نشوف مستوى فرعي اسمه ال4S، لقينا ان ال4S ان طاقته اقل من طاقه مين؟ ال 3D. تعال احسبها كده عشان تتاكد. 4 زائد 0 ب4، و3 زائد 2 بكام؟ ب5. فاذا مين طاقته اقل؟ ال4S طبعا. فقال لك في الوقت ده ما بنعملش بقى، ما بنكتبش بالشكل ده، لا بنبقى عاملين ايه؟ زي ما انت كنت عامل كده، بتقول 3S عادي، 3B عادي لان طاقتهم قليله. خلاص المستوى خلص. 4S بعد كده ال 3D. طب ليه؟ عشان زي ما احنا قلنا طاقة ال 4S أقل من طاقة ال 3D، فاحنا قلنا إن أنا بملى من الأقل ثم الأعلى في الإيه؟ في الطاقة. طيب إزاي أعرف طاقة المستوى؟ قلناها قبل كده ودلوقتي كاتبها لك، قلت لك إنك هتعرفها من العلاقة من ال N زائد الإيه؟ ال L. ال N اللي هي عدد الكم الرئيسي، وال L اللي هي عدد الكم الإيه؟ الثانوي. هتجمع ده مع ده يطلع لك العلاقة. طب لو فرضنا يا مستر ان انا لو مشيت بنفس العلاقه اللي حضرتك قلتها لي وحسبت الطاقه للمستوى ده وحسبت الطاقه للمستوى ده واكتشفت ان الاثنين قد بعض في الطاقه، ساعتها هعمل مين؟ يعني مين اللي انا هحطه قبل مين؟ انا دلوقتي هشوف اللي اقل في الطاقه، فهبص على الاقل في الطاقه عندي هيكون ايه؟ اللي هو اللي الان بتاعته بكام؟ اللي الان بتاعته ايه؟ اللي الان بتاعته قليله، اللي الان بتاعته مالها؟ قليله. بمثال انا عندي 4B وعندي 5S.
لما اجي احسب لده الطاقه وده الطاقه، ال5 اس ادي ال n ب5 زائد ال ب0، هنا ال n ب4 زائد ال ب1، ده مجموعه 5 وده مجموعه 5. هحط مين؟ قال لي هحط اللي ال n بتاعته قليله، فال n بتاعته قليله اللي هو مين؟ اللي هو ال4 بي، ده اللي ال n بتاعته اقل، انما هنا ال n ب5 فاذا هحط ده الاول، فبقول 4 اي بي وبعد كده 5 اس. طيب نكمل. ازاي بقى كنا انت المفروض ان انت حافظ او حافظ جزء معين كده اللي هو اصلا طريقه التوزيع بتاعت مبدا البناء التصاعدي، ازاي برتب المستويات وازاي بكتبها. فكان في بعض الطرق لبعض الناس بتقول لك ايه، انت بص ببساطه كده هتقول له ايه، اس اس بس بس. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه، ده عايز يتعالج ويجي لنا مش عارف ايه، وتبدا انك تشتغل. فكانت الطريقه دي بتلخبط بعض الناس، ولو جيت اصلا انك تستخدمها في العادي هتلاقي نفسك مش عارف انك تحل. وكان في ناس تانية تستخدم طريقه كده زي طريقه الايه، التعبان، يقول لك انت هتطلع من فوق وتنزل لتحت وبعد كده تطلع تاني وبعد كده تنزل ومش عارف ايه وهكذا. لا، احنا بنذاكر بفهم مش بنذاكر بحفظ وبصمجه. احنا عايزين نفهم. اي نعم احنا كده كده مطالبين ان احنا نحفظه عشان يساعدنا في التوزيع بعد كده، ولكن احنا عايزين نحفظه بالطريقه السهله، ليه نصعبها على نفسي؟ طيب تعالى كده، انا لما جيت ابص لمبدا البناء التصاعدي اكتشفت 5 ملاحظات. ملاحظه 5 ملاحظتين على الحروف و3 على الارقام. الاثنين اللي كانوا على الحروف قال لي ان كل مستويين متتاليين متشابهين. كل ايه؟ كل مستويين جنب بعض متتاليين متشابهين. ماشي. وقال لك ان كل مستوى فرعي كل مستوى هتلاقيه لازم يبدا بالمستوى الفرعي اس وينتهي بالبي. يبقى انا عندي كل مستوى لازم هيبدا بالاس وينتهي بالايه؟ بالبي. طيب رجعنا بعد كده بصيت على الارقام، بس خلينا قبل الارقام تعالى ناخد الملاحظتين بتوعه الكلام. العلاقه دي خلي بالك، او الملاحظات دي بتبدا من بعد المستوى 1 اس، من بعد المستوى ايه؟ 1 اس. فتعالى كده نتكلم. اول مستوى اهو هكتب ال1 اس، ده اللي انا حفظته. بعد كده انا عارف ان انا هبدا المستوى الثاني فالاس هتظهر للمره الثانيه فهقول 2 اس. بعد كده هقول 2 بي عشان هيظهر عندي مستويين فرعيين، ادي الاس وادي البي. بعد كده 3 اس، مش ده خلاص ده اكتمل او ده بقى واحد، الثاني لازم يبقى شبهه، فده بيتكون من اس وبي، يبقى ده لازم يتكون من اس وبي. بس البي هنا ظهر، الاس هنا ظهرت 3 مرات وهنا برضو البي بتظهر 3 مرات. طيب تعالى هنا بعد كده هكرر تاني؟ لا مش هكرر. ليه؟ احنا قلنا كل مستويين متتاليين متشابهين، بس ادي عندي المستويين متشابهين. هبتدي ان انا ازود، هقول 4 اس 3 دي، وطبعا عرفنا ليه كتبت دي قبل دي، علشان قلنا ان ال 4 اس طاقتها اقل من ال 3 دي. بعد كده ادي ال 4 بي. خلاص كده المستوى خلص. هعمل ايه؟ هقول جديد؟ لا هكرره. انا المستوى كان بيتكون عندي من اس وبي و اس قصدي سوري اس ودي وبي. ادي الاس ظهرت للمره ال5 وادي الدي هتبقى 4 وادي البي هتبقى برضو 5. تمام. تعالى خلاص كررته المرتين بتوعي، تمام زي الفل. تعالى هنا 6 اس 4 اف بعديها 5 دي بعديها 6 بي. كرر نفس الفكره بس باختلاف الارقام، 7 اس 5 اف وبعد كده 6 اف 6 دي قصدي، واخر حاجه 7 بي. ده اللي حضرتك المفروض تحفظه. حضرتك حفظت يعتبر كده ايه؟ جزء، وبترجع تكرره تاني، جزء وبترجع تكرره تاني، وهكذا اهو. فكل مستويين متتاليين متشابهين. تمام، طبقنا العلاقه دي. رجع بعد كده قال لك الملحوظه الثانيه اللي احنا قلناها، ان دايما هتلاقي المستوى بيبدا بالاس وينتهي بالبي. اهو يا مستر بدا بالاس انتهى بالبي. ما هو يا مستر اصل مفيش غيره. تعالى بعديها بدا بالاس انتهى بالبي وفي النص ما بينهم دي. بدا بالاس وانتهى بالبي وفي ما بينهم الدي والاف. فدايما هلاقي المستوى الفرعي بدايته اس واخره بي. طيب ملاحظات الارقام بقى يا مستر. قال لي لاحظت ان الان بتاعت الاس، ان الان الرقم اللي مكتوب جنب الاس لازم الاقي زيه في البي. اهو هنا كانت ب2 هنا كانت ب2، بالرغم من ان دي مش تاني مره تظهر. احنا قلنا في الاس ان دي تاني مره الاس تظهر، بس في البي لا كانت اول مره، بس مع ذلك خدت القيمه او خدت الان بتاعت مين؟ خدت الان بتاعت الاس. كذلك هنا كانت ب6 هنا كانت ب6. طب الدي قال لك دايما هتلاقي فرق واحد ما بين الان للاس والان للدي. يعني لو هنا اهو الان للاس كانت بكام؟ ب4، الان للدي كانت ب3، هنا كانت ب7،
هنا كانت ب6، فدايما هلاقي الان بتاعت الدي ناقصه 1 عن الان بتاعت مين؟ على بتاعت الاس. طيب في اخر ملحوظه الاف بقى قال لك هتلاقي فرق 2، فرق كام؟ 2 ما بينها وما بين الان بتاعت الايه؟ الاس. اهو هنا كانت ب6 شيل منهم 2 بقت 4، هنا كانت ب7 شيل منهم 2 بقت 5. فاصبح دلوقتي انا مش حافظ، لا انا فاهم ان انا عندي مستوى ببدا ان انا اكرره، وبالتكرار ده او بعد ما ازود التكرار ده بيبدا ان الموضوع عندي ايه؟ يختلف شويه ويبدا ان انا احفظه. فانا مش بس حافظه، لا ده انا كمان فاهم. تعال نخش على بعد كده. هنيجي بقى دلوقتي لشويه ملاحظات هي سهله وبسيطه، بس بيجي عليها اسئله كتير وملاحظات كتير وحاجات كتير قوي بتيجي عليها. ملاحظات سهله بس المهم والاهم انك تركز فيها. اول ملحوظه عندي بيقول لي تخرج الالكترونات من المستوى الاعلى ثم المستوى الايه؟ الاقل. تخرج من المستوى الاعلى ثم المستوى الايه؟ الاقل. ببقى في المستوى العالي بشيل بطبيعه الحال. ما هو انت لما تيجي توزع حتى في التوزيع القديم بتاع اعدادي كنت بتشيل من النص ولا بتشيل من اعلى مستوى اللي هو اخر مستوى؟ فنفس الفكره هنا هشيل من المستوى الاخير. فعندي هنا مثال حديد اف اي 26 موجب 3. الحديد عدده الذري 26 هيفقد 3 الكترونات. فانا اروح اوزع بطريقه سهله وبسيطه ان انا همشي خطوه خطوه. انا هوزع الاول ال 26 ادي 1 اس 2، بعد كده 2 اس 2، 2 بي 6، بعد كده 3 اس 2، بعد كده 3 بي 6، واخيرا 4 اس 2. كده انا كملت ال 20. بعد كده هيبقى عندي ال 3 دي هيبقى فيها كام؟ كده هيبقى 6. طيب كده انا وزعت ال 26 كلهم. ناقصني ايه؟ ناقصني انه يفقد 3 الكترونات. طيب هشيل منين؟ هشيل من الاس ولا هشيل من الدي؟ هشيل من الاعلى ثم الاقل. اعلى واحد عندي اللي هو ال 4 اس، فهشيل منه الاول ال 2 الكترون. فاصبح الاس فاضي في 0 الكترونات. طب والدي؟ انا شلت لسه 2، لسه باقي لي واحد يتشال، فهشيل من الدي الواحد الكترون ده، يبقى الدي فيها 5 الكترونات. كده اصبح انا عملت عمليه الفقد. ليه؟ شلت من العالي الاول اللي هو ال 4 اس ثم رحت للايه؟ للاقل منه. طيب قال لي بعد كده اذا كان المستوى الفرعي دي جواه 9 أو 4 الكترونات، جواه 9 أو 4 ايه؟ الكترونات. يعني لو المستوى الفرعي بتاع المستوى دي لقيت فيه 9 أو 4 الكترونات، المفروض تعمل ايه؟ في الوقت ده الذره بتاعتك بتكون مش مستقره، فتروح الذره عشان دايما احنا عارفين ان الذره بتحاول توصل لاقرب حاله استقرار، لاقرب حاله ايه؟ استقرار. فبتقوم عامله ايه؟ تقوم واخده الكترون من الاس علشان ساعتها يبقى الدي يكتمل او يمتلئ، يبقى فيه 10 الكترونات، او يصبح نصف ممتلئ يعني يبقى فيه 5 الكترونات. ما هو لو في 4 وخد الكترون بقى نصف ممتلئ، ولو كان 9 وخد الكترون بقى كده ايه؟ مكتمل. خلاص تعالى هنا نجرب. ادي النحاس هوزع على طول، هقول له ارجون 18 عشان ايه؟ نوفر كده على بعض مساحه. وكده كده احنا هنيجي للغازات الخامله وتوزيعها. طيب انا دلوقتي عملت ايه؟ وزعت الاقرب غاز خامل، لقيت اقرب غاز خامل ليه ارجون 18 ووزعت بيه. بعد كده 4 اس 2، خلاص 4 اس 2 3 دي. هلاقي كده انا كده وزعت ادي كده 2 و18 20 بقت 9. هل ينفع اسيبها كده؟ لا، الذره بتاعتي بقت غير مستقره، الذره بتاعتي بقت غير ايه؟ مستقره. هقوم شايل الالكترون من الاس، بقى الاس فيها 1، وهقوم مديه للدي بقى فيها كام؟ بقى فيها 10 الكترونات. فكده دلوقتي ما ينفعش ان انا اسيبها، كنت اسيبها 2 و9، لا لازم يبقى ايه؟ مكتمله حتى تصبح الذره بتاعتي مالها؟ مستقره. طيب عند التوزيع في المستوى السادس والسابع، لو انا بوزع في المستوى السادس والسابع يعني لقيت نفسي بكتب 6 اس و7 اس وهكذا، اعمل ايه؟ قال لك اول حاجه هتملى الاس. طب هو الاس بيكتمل بكام؟ ب2 الكترون، فهتدي له ال2 الكترون بتوعه. خد يا اس ال2 الكترون بتوعك اللي انت محتاجهم اهو، خد دي حاجتك، ده نصيبك. طب والدي يقول لك انا كمان عايز الكترون واحد، فحط كام الكترون في الدي؟ الكترون واحد في الدي. طب ما انا لسه باقي معايا الكترونات، قال لك حطها في الاف. احطها فين؟ في الاف. باقي الالكترونات اللي معاك احطها في الاف لحد لما الاف بتاعتك تكتمل. لحد لما الاف بتاعتك كام؟ تكتمل. واحنا عارفين الاف بتكتمل ب 14 الكترون. خلاص اكتملت الاف بتاعتك، ارجع زود كمل على الالكترون اللي انت حطيته في الدي وابدا زود واملى الدي. بمثال عندي هنا اللانسيوم، تمام؟ هوزعه هيبقى اكس اي 54. هيبقى عندي دلوقتي انا خلاص بدينا، يبقى انا دلوقتي 6 اس هحط فيها 2 كده من ال 54 انا خدت 2، يبقى انا كده وزعت 56. هحط ال 4 اف بس مش هحط فيها الكترونات لسه، لازم املى الدي بالالكترون الاول بعد كده ايه؟ اروح ادي 5 دي. طب والنبي لو انا دلوقتي قلت لك اس وبس وحاجات من دي وما خدتش الطريقه بتاعه الملاحظات دي، كنت هتعرف دي بكام ولا كنت هتعرف تكمل ازاي؟ لا. انما اهو انت معاك مش دي ب6، انا هحط اف
اطرح منها 2. مش دي معاك دي، اطرح منها 1. عرفت تجيب الرقم. انما لما اقول لك اس اس بس بس والجو ده وقلت لك كمل بقى، كتبت لك مثلا حاجه زي دي وقلت لك كمل من بعدها كتاب، هتعرف تكمل؟ لا. فعشان كده ناخد الحاجه بفهم وبسهوله، ناخدها بطريقه لذيذه نفهم منها، بس في نفس الوقت نبقى احنا عارفين اصلها. خلاص حطينا الاثنين الكترون في الاس، هحط الكترون واحد في الدي. كده انا وزعت كام؟ كده انا وزعت السبعه بتوعي. طب ما هو الاف فاضيه. ليه؟ ما انا ما عنديش الكترونات احطها في الاف. ما هو انا اديت الاس خليتها مكتمله، والدي حطيت فيها الالكترون الواحد اللي هي عايزاه، ما بقاش معايا الكترونات فبسيب الاف فاضيه. طب لو معايا هملى الالكترونات في الاف لحد لما الاف تكتمل، وبعد كده ارجع اكمل على الدي. طيب تعالى على بعد كده التوزيع لاقرب غاز خامل. التوزيع لاقرب غاز خامل هو انت خدته المفروض في الباب الثاني، بس بما اننا بنتكلم عن التوزيع ومبدا البناء التصاعدي لازم يبقوا الاثنين لازقين في بعض عشان تربط ما بين هنا وما بين هنا. التوزيع لاقرب غاز خامل هي فكرته انك توفر، بدل ما توزع مثلا عندك عنصر كبير عدد الالكترونات فيه كبير او عدده الذري كبير، فصعب ان انت توزع 1 اس 2 اس، هتقعد وقت طويل وممكن كمان تتلخبط. فاصبح بالنسبه لي الموضوع الاسهل ايه؟ ان انا اشوف اقرب غاز خامل يسبقه يكون قبله واوزع لحد عنده. فعندي اهو الغازات الخامله اللي عندي بدايه من الهيليوم والنيون والارجون والكريبتون والزينون والرادون. قال لك لما تبدا انك تكتب هيليوم في البدايه يبقى انت كده معناتها ان انت هتبدا من بعد ال 2 اس، يعني هتعمل خط كده هتكتب هيليوم وتبدا من ال 2 اس. طب النيون 3 اس، الارجون 4 اس، الكريبتون 5 اس، الزينون 6 اس، والرادون 7 اس. فاصبح ان انا دلوقتي معنى كل ده ان انا كده لما تقول له هيليوم كده انت وزعت المستوى 1 اس، لما تقول له هنا نيون كده انت قفلت الايه؟ ال 2 اس كلها. الارجون كده انت وزعت ال 3 اس، الكريبتون كده انت خلاص وزعت ال 4 اس، وهكذا. فكل بقى مستوى او كل غاز خامل بتكتبه معناته انتهاء للمستوى اللي قبله وببدا من اللي بعده. تعالى هنا عندي الفاناديوم 23 اقرب غاز خامل ليه ارجون 18. احنا قلنا بنجيب الغاز اللي ايه؟ اللي قبله. ادي الارجون 18. خلصت الارجون 18. خلاص بعد الارجون 18 يبقى عندي 4 اس اهو. ارجون 18 هبدا من بعديه في ال4 اس. 4 اس هتاخد 2 ادي كده ال 20. 3 دي وبقى 3. صعب الكلام ده؟ الدنيا لذيذه وسهله. هو بيقول لك ان انت هتشوف اقرب غاز خامل للعنصر اللي انت عايز توزعه وابدا التوزيع على اساسه. طيب تعال نخش على بعد كده. قاعده هوند. قاعده هوند كان هدفها الاول وبنسميها قاعده التوزيع داخل الاوربيتالات. قاعده التوزيع داخل الايه؟ الاوربيتال. انا عايز اعرف ازاي اوزع داخل الاوربيتال. ما انت قلت لي يا مستر ان كل اوربيتال فيه 2 الكترون، فهل بخش ارميهم كده وخلاص وبقول ان هم موجودين ولا ليهم طريقه؟ فجه عمك هوند قال لك ايه؟ ليهم طريقه. قال لك انك لا يحدث ازدواج. يعني ايه يحدث ازدواج؟ خلينا الاول قبل ما نتكلم عن يحدث ازدواج وهكذا نتكلم عن شكل الاوربيتال. شكل الاوربيتال يا مستر والله هو حاجه لذيذه خالص، هو حاجه مربعه كده. خلاص ماشي، حاجه مربعه اوكي. قال لك ليه 3 حالات. ممكن يبقى فارغ يعني يبقى فاضي زي ما انت قدام حضرتك كده، مفيش فيه اي الكترونات ومفيش فيه اي حاجه. ممكن يبقى فرادى وبيكون اتجاهه فين؟ قلنا دايما اتجاهه مع عقارب الساعه او الالكترون، فيكون الالكترون واحد واقف داخل الاوربيتال. طيب يعني ايه ازدواج؟ يعني يكون في الكترونين داخل الاوربيتال وكل واحد بيكون عكس الثاني، وكل واحد بيكون عكس ايه؟ الثاني. يعني واحد بيكون مع عقارب الساعه والثاني بيكون عكس عقارب الساعه. فقال لك اهو لا يحدث ازدواج، يعني ما ينفعش تحط 2 الكترون داخل الايه؟ الاوربيتال الا بعد ان تشغل الاوربيتالات فرادى اولا. تبدا الالكترونات تشغل مالها فرادى، تتحط الاول مفرد، بعد كده ابدا ان انا ايه؟ اجوزهم او يحدث لهم ايه؟ ازدواج. تعالى هنا ب 15 هوزع على اقرب غاز خامل نيون 10. نيون 10 يبقى انا دلوقتي في الايه؟ في ال 3 اس. ال 3 اس دي فيها 2 ادي كده كام؟ 12. 3 بي كده في الباقي كام عندي؟ باقي عندي 3. فاروح البي ده اهي هوزع اخر اوربيتال بس. البي ده اهي فيها كام اوربيتال؟ 3. معاك مولهم كام؟ هل اروح اعملهم كده؟ لا، المستر قال لي ما ينفعش، لازم اوزع فرادى الاول. ادي 1 2 3. معاك اكتر؟ لا معيش، خلاص هتسيبهم كده. طب يا مستر ما هو مش مفيش 2 في الاوربيتال، انت قلت كل اوربيتال لازم يبقى فيه 2 الكترون. لا، في كل اوربيتال لازم 2 الكترون لو انت معاك اكتر من الايه؟ من الثلاثه. بمثال انا عندي اهو العنصر اللي بعده على طول كبريت ان اي 10
3s2 3b كام؟ 4 اهو 2 و4 6 وادي 10. كده البي بقى فيها كام؟ بقى فيها 4 وجواها 3 اوربيتالات 1 2 3 واخيرا 4. حدث ازدواج امتى؟ لما وزعت فرادى الاول وبعد كده رجعت ايه لقيت ان لسه معاك الكترونات، بدات انك ايه تجوز الالكترونات بتاعتك. طيب اخر حاجه بقى نتكلم عليها والذ حاجه خالص، مبدا الاستبعاد لباولي. باولي كان عنده فكره كده وقال لك ان خلي بالك ان مفيش الكترونين موجودين جوه نفس الذره هيتفقوا في اعداد الكم الاربعه. طب هم مين اعداد الكم الاربعه؟ اللي هم الاربع الكترونات بتوعي، عدد الكم الرئيسي والثانوي والمغناطيسي والمغزلي. مستحيل تلاقي عنصرين الكترونين جوه نفس ذره جوه اوتيل واحد قاعدين في نفس الاوضه. ينفع اتنين يقعدوا في نفس، ممكن يقعدوا في نفس الاوضه، بس هل ينفع الاتنين يبقوا في نفس المكان او على نفس مثلا على نفس الكرسي؟ لا ما ينفعش. قال لك ان ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش الكترونين يبقوا موجودين في نفس عدد الكم الاربعه. قال لك لو الحاله دي اتوجدت يعني يبقى معناتها ان هم الاثنين موجودين او واحد شايل الثاني، فطبعا ده ما ينفعش. فقال لك ما ينفعش ان هم يتفقوا في عدد الكم الاربعه، ممكن يتفقوا في 2 ممكن يتفقوا في 3 بس 4 مستحيل. فعشان كده اهو تعالى ناخد مثال. عندي الاكسجين، الاكسجين اللي عندي ادي اهو يا سيدي 1s2 2s2 2b4 تمام. هوزع الاوربيتال الاخير ادي كده هم 8 فانا دي هم 8، هوزع الاوربيتال الاخير اهو 1 2 3 ادي 1 2 3 4. هاخد الالكترون ده. ممكن تقول لي الالكترون ده مواصفاته ايه؟ سهله، هتبص هنا وتبدا تقول انا هنا ال ان عندي بكام؟ ب2، اقول له ال ان ب2. ال بكام؟ انا في المستوى الفرعي بي يبقى ال عندي بواحد. طيب الام ال بكام؟ بص انا باخد ال بتبقى من سالب ال لموجب ال بواحد يبقى من سالب 1 لصفر الى موجب 1. يبقى الاوضه دي رقمها كام؟ الاوضه رقم موجب 1. طيب الام اس اتجاه الالكترون وشه لفوق يبقى مع عقارب الساعه وقلنا برمز ليها بموجب نص. تمام؟ هل هلاقي زيه؟ لا. ممكن الاقي مثلا يعني مثلا لو جيت ابص على اللي جنبه هلاقي ان اللي جنبه بيتفق في ايه؟ بيتفق معاه في الام وبيتفق معاه في الايه؟ في ال. طب الام ال لا، الام ال هنا بصفر بس بيتفق معاه في الموجب نص، فهو كده متفق معاه في 3 بس في واحده مش متفقه. طيب تعالى ناخد عنصر تاني. قال لي امتى بقى تلاقيهم متفقين في اعداد الكم الاربعه؟ قال لي لو مش هنا انا بقول لك انا في نفس الايه؟ في نفس الذره. قال لك ممكن يتفق الالكترونين لو ما كانوش في نفس الذره، يعني في ذرتين مختلفتين. يعني لو الاثنين موجودين في ذرتين مالهم مختلفين، ده في ذره وده في ذره. فانا خلاص انا اتكلمت عن الالكترون الاخير هنا في الاكسجين. تعالى نروح برضو للالكترون الاخير في الفلور. ادي 1s2 2s2 2b6 لا مش هتبقى 2b6 ثواني 2 ادي كده 2s2 ادي كده 2 و2 ادي كده 4 وادي البي فيها الخمسه. تعالى نوزع الاوربيتال الاخير 1 2 3 1 2 3 انا عندي 5 الكترونات 4 5. هروح للالكترون الاخير ال ان هنا بكام؟ ب2. ال بكام؟ ب1. الام ال بكام؟ المستر قال لي من سالب ال للصفر لموجب ال، هتبقى بموجب ال اللي هو بموجب 1. بعد كده الام اس بموجب نص عشان ده مع عقارب الساعه. اتفقوا ولا ما اتفقوش؟ اعداد الكم اللي هنا هي اللي هنا، بس ده في حاله ان ده في ذره، ده ذره اكسجين وده ذره فلور، دول ذرتين مختلفين فممكن ان نتفق. طب انا في نفس الذره؟ يستحيل. وكده نكون احنا خلصنا وشرحنا ملخص كده لذيذ سريع للباب. زغرته يا اخوان، يا حتى زغرتي والنبي يا نسوان. الله 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 الله، ايوه زغرته زغرت يا